السلام عليكم، ورجعنا بفيديو جديد مع بعض. هنزرع النهارده بقى النعناع. ده باسكت بقى كان عندي قديم، بصوا خرمناه من تحت. ودي صينيه برضو قديمه هنحط عشان لو الميه نقطت ما تنقطش في الارض اهو. هنحط بقى فيه طينه ونشوف هنزرع مع بعض النعناع ازاي. هنحط نصه ونشوف. احنا حطينا بقى الطينه. انا حطيت نص الطينه. هنحط بصي علشان الكلاكيع دي تمشي. احنا بنعمل ايه؟ هنحط لها بس شويه ميه صغيرين، بعدين نفككها بقى بايدينا باي حاجه معانا. بس بتتفكك اول ما بتشرب ميه الطينه بتتفكك. بس احنا عشان نسوي بس التربه. انا هنجيب النعناع بقى دوت شتله النعناع اهي. اهي مع بعض احنا بنطلعها، هي عشان كبيره شويه. كمان النعناع بص الجذور خارجه من تحت، احنا مش عايزين نقطع الجذور. اهو نطلعها مع بعض، بنسيسها بقى معلش عشان هي ايه الجذور كانت شابكه في القصيص اهو. طلعناها من التربه اهي. يلا يا ايه حطي، وهنحط بقى حواليها طينه تاني. شايفين؟ بصوا سبحان الله، الجذور لفه، الجذوع ايه مليانه، دي هتطلع كتيره، هتملى لنا الدنيا نعناع دي يا جماعه. نعمل كده عشان نبين بس للناس احنا بنعمل ايه. بنحط طينه، احنا جايبين الطينه دي من المشتل عشان نزرع بيها. الله، اي شويه خدش حوالينا عشان تبقى في النص بقى. ولا عادي، هو كده كده الجذور كلها هتتملي. كله هيطلع اه. لسه في نعناعة، وبصوا دي مفرعة كتير قوي، بس احنا نقلناها بقى من القصيص الصغير الزرعة الشتلة بتاعتها، وهنحطها في حاجة كبيرة عشان ترمي بقى معانا كتير. بصوا اللي عايز نعناع بقى يجي وانا اديله خزين السنة بتاع النعناع اهو. ونشرب بقى نعناع بليمون نعناع بالليمون بقى فريش يا جماعة، بيبقى تحفة. احنا لما نحط المية هتركز تحت على فكرة، بس حطي الطينة، حطي الطينة كلها ولا مش عايزة تاني؟ لا انا متهيألي عايزة هنا تاني. دي النعناع خلاص زرعناها اهو، ودي الزرعة اللي قبلها اللي كنا زارعينها قبل كده. احنا دلوقتي بس هنسقي التربه عشان هي ناشفه بس. هنجيب ميه تاني. النعناع مزرع تحت كتير لسه هيطلع اهو، وفوق برضو كتير اهو ان شاء الله. النعناع دي جميلة، وريحتها بقى نهزها كده بس الريحة تطلع. ريحة النعناع البلدي مفيش احلى منه. في نعناع سعودي كده بيتباع برضو في المشتل، بس انا حبيت النعناع البلدي. النعناع البلدي اجمل بكتير وريحته قوية، ومع الشاي بقى ومع الليمون بالنعناع. نعصر الليمون وفي الخلاط ونقطع ورق نعناع ونحطه، او نشرب شاي ونقطع بقى ويطلع تاني. كل ما بنقطع كده بيطلع تاني، مش بنشيل من الجذور، احنا بنقص او نقطف ويطلع تاني. لا مش بنقطف، بصي بنعمل كده اهو. ودي هتطلع تاني مكانها. دي اوريها او بصي ان انت قطعتيها
بس بقى دي نشرب بيها بتاع ليمون نعصره في الخلاط، المفروض كل نعمل ده شاي. يتقطع علشان يبدأ ينبت تاني من تحت ويطلع، عشان كده الغذاء كله طالع هنا. هنقطع. فانت لما بتقطعي احنا بيبدأ بكره ان بصي شاء زي الله، البراعم دي. ان شاء الله الصبح نقطعه ونعمل عصير شايفه البراعم دي؟ مكعبات تلج بقى، ونشرب بقى ونعيش هتكتر حياتنا بقى. هنا. ماشي، بعد الفطار الصبح نعمل ان شاء الله. ان شاء الله. واشوفكم بقى في فيديو جديد باذن الله بكره بقى، واحنا بنعمل العصير برضو ونصور لكم حلقات جديده مع ملح وسكر. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتدوسوا لايك، والسلام عليكم ورحمه الله.